القصة بديت من 70 سنة من سائق التاكسي بلا صغرى طبعا سكارسا من بيروت للشام. خش يا أضام الغفارة ويا أضام نامي. اللومة 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 يا حلوة قلبي حبك. ايه روايتنا عن اللومة، بس ما رح نبلش فيها من عند اللومة. ما بتغير عادتك، بتضل لف بينا يا دنيا حتى نوصل لصلب الموضوع. انت عيرني سكوتك هالدقيقتين احسن ما خلي الدنيا تلف فيك عن جد مثل هديك المرة. شكلك نسيت. لا كم مرة الواحد بيحكي. قصدك تعافيت. البداية مع الموسيقار الأمير فريد الأطرش وأغنيته يا عوازل فلفلوا. يا عوازل فلفلوا كتب أبو سعود الإبياري ولحن فريد، وصدرت عام 1950 بفيلم آخر كدبة مع سامية جمال واسماعيل ياسين. هالطقطوقة الشعبية عملت عقدة بالعالم العربي مع انتشار الواسع ونجاحها منقطع النظير، ترند بكل مقاييس عصرنا. لك حاجة لكن فلفلوا معقول، ايش فرق عن ترندات اليوم وجنوا ونطولات حطوا مدري شو. فسارعوا الفنانين والفنانات حتى يصنعوا تقاطيق بتوازيها او بتقرب منها او حتى ياخذوا شيء مشابه من فريد نفسه. وكان قديس الطرب وديع الصافي بوقتها عم يتلمس خطواته الاولى بعالم الفن، وذلك بعد قبوله بإذاعة دمشق من قبل المطرب السوري ماري جبران. ماري جبران اللي كانت رئيسة لجنة الاستماع بإذاعة دمشق، ولكن سافر مع فرقة فنية إلى البرازيل وبقي بالبرازيل حوالي 3 سنوات، ولما رجع لقى يا عوازل فلفلوا ومشتقاتها مسيطرين على الجو الفني. أيوه هو فنان شاب جديد بده يثبت نفسه بالطرب مواويل بالأغاني الثقيلة، فشو العمل والترتيب والخطة؟ يغني عن الشطة. يحدث بعام 1951 انه وديع الصافي بيكون مستقل سيارة اجرة تاكسي وبيفتح معه السائق حديث، ولما بيعرف انه مطرب بيقوم بيقول له انه هو كاتب كلمات اغنية. ولما اطلع وديع الصافي على كلمات الاغنية بيقول له بس هاي اغنية طقطوقة مو من قيمة صوتي. يجاوب السائق هاد الدارج هلا والشباب بدهم اغاني خفيفة. فتذكر كلام الفنان حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية يلي قال له لما رجع من البرازيل إنه الموجة اختلفت، صارت الأغاني الخفيفة هي المطلوبة. وتذكر كمان إنه أرشيفه الإذاعي من عام 1938 لوقتها كله راح بسبب البث المباشر دون تسجيل. قام اقتنع وعزم على غنائه وتسجيله. الأول فلفله والثاني شوفير تاكسي عم يكتب له شي بهدلي هالزمن الجميل. وقام بتلحينها فورا وسجلها بإذاعة دمشق، وأهدى نسخة للإذاعة اللبنانية يلي وضعتها بالأدراج بحجة إنها أغنية هابطة. معن حق، شوفير تاكسي كاتبها بعيدا عن اليوم، شو كان فاضل لبنان من شعراء وقتها. بينما قامت إذاعة دمشق ببث الأغنية واشتهرت شهرة كبيرة، طار مع اسم وديع الصافي وذاع صيته، وكانت شرارة شهرته الفعلية لدرجة إنه الإذاعة اللبنانية تواصلت معه وطالبته بنسخة. استغرب وقال لهم ما هي موجودة عندكم من 6 شهور وإنتوا رفضتوا تذيعوها، ليرجع يسجل نسخة خاصة للإذاعة اللبنانية بإصدار جديد، ويصير لبنان بوقتها اسمه بلد اللومة. وعلى بنا هابطة، ولا إذا انشهرت بتبطل تكون هابطة. هذا عرف أبدي للأسف. الشهرة تغفر طالما في استقطاب للمستمعين والمشاهدين، وحاليا للدعاية والإعلان. درر. شو بنشوفكم بعد يومين؟ مو بعد يومين. عالسريع